إيه السر اللي بيخلي ناس تخلص كل اللي وراها وناس تانية وقتها بيطير؟ النهاردة بقى هنفك شفرة الإنتاجية دي مع بعض. هنبني نظام يحول الفوضى لنظام، من أول المبادئ الكلاسيكية لحد أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي. خلونا نبدأ برقم، بصراحة رقم يصدم. 17.9 ساعة. ده متوسط الوقت اللي المديرين بيضيعوه كل أسبوع في الاجتماعات. متخيلين؟ يعني يومين شغل كاملين كل أسبوع بيترموا في الأرض. دي مش مجرد مشكلة صغيرة، دي أزمة حقيقية في طريقة شغل. طيب، السؤال المنطقي هو وقت ده كله بيروح فين؟ والأهم إزاي نرجعه؟ الإجابة مش في وصفة سحرية سريعة، لا. الإجابة في اللي هنسميه منهج المهندس المعماري. يعني هنبني نظام إنتاجية قوي من الأساس، طوبة طوبة. ودي هتبقى خريطة الطريق بتاعتنا. هنبدأ بتشخيص الأزمة اللي احنا فيها، وبعدين نحط الأساس والمبادئ الصح. بعدها نتعلم تقنيات عملية للتنفيذ، ونشوف ازاي الذكاء الاصطناعي داخل يغير كل حاجة. وفي الآخر هنعرف ازاي نختار الأنسب لينا. نبدأ بأول نقطة، أزمة الجدول الزمني الحديث. كل اجتماع ملوش لازمة، وكل إيميل بيقطعنا في نص تركيزنا. دي بالظبط زي الضريبة بندفعها من أغلى مورد عندنا كلنا، وقت التفكير العميق والإبداع. ودلوقتي نيجي للأساس. زي أي مهندس معماري شاطر، قبل ما يبتدي يبني لازم يكون معاه مخطط واضح، رسم هندسي بيقول له إيه المهم فعلا. دي هي المبادئ اللي هتكون الأساس المتين للنظام بتاعنا. أول وأهم مخطط هنبني عليه هو مصفوفة أيزنهاور. الفكرة دي اللي بالمناسبة بتنسب للرئيس الأمريكي والقائد العسكري دوايت أيزنهاور، هي سلاح سري بسيط جدا بس عبقري عشان نحدد أولوياتنا الحقيقية في أي لحظة. تعالوا نفصصها سوا. فوق على الشمال عندنا الربع الأول مهم وعاجل. ده مربع الطوارئ، الأزمات، الحرائق اللي لازم تطفي فوراً. جنبه بقى الربع التاني مهم لكن غير عاجل. هنا يا جماعة بيحصل السحر الحقيقي، التخطيط للمستقبل، بناء العلاقات، تطوير المهارات. ده المربع اللي المفروض نقضي فيه معظم وقتنا. تحت على الشمال الربع الثالث، عاجل لكن غير مهم. دي معظم المقاطعات، الإيميلات اللي بتطلب رد فوري بس مش مهمة. الأفضل هنا إننا نفوضها لحد تاني لو أمكن. وأخيراً الربع الأخير غير مهم وغير عاجل. دي الحاجات اللي بتضيع الوقت وببساطة لازم تتلغي من حياتنا. جنب أيزنهاور في كمان مبدئين أساسيين. الأول هو قاعدة 80-20 اللي بتقول إن في عدد قليل قوي من المهام، حوالي 20%، هو اللي بيجيب أغلب النتائج الكبيرة. مهمتنا هي إننا نحدد ال20% دول. والتاني هو نظرية الأحجار الكبيرة. لو تخيلنا إن يومنا ده برطمان فاضي، لازم نبدأ نحط فيه المهام الأهم والأكبر الأول، وبعدها هنلاقي إن المهام الصغيرة بتلاقي مكانها بسهولة حواليهم. حلو قوي. كده معانا المخططات والأولويات واضحة. جه وقت التنفيذ الفعلي بقى. محتاجين طرق وتقنيات عملية عشان نبني يومنا صح ونحول الخطط دي لواقع ملموس. تقنية البومودورو دي مثال ممتاز على ازاي البساطة ممكن تكون فعالة جدا. الفكرة كلها اننا بنوعد عقلنا بفترة تركيز قصيرة 25 دقيقة بس، وبعدها في مكافأة اللي هي الراحة. ده بيخلي بداية اي مهمة صعبة اسهل بكتير، والبريكات المنتظمة دي بتجدد طاقتنا وبتمنع الإرهاق. في كمان طريقتين مهمين جدا، تايم بوكسنج وتايم بلوكينج. التايم بوكسنج يعني نقول أنا هشتغل على التقرير ده لمدة ساعة واحدة بس، ومش مهم وصلت لفين. الهدف هنا هو ضمان التقدم وكسر الحاجز. أما التايم بلوكينج فده إننا نفتح الكالندر ونحجز من 9 ل 11 صباحا ونكتب عليها شغل على التقرير. الهدف هنا هو حماية وقت التركيز نفسه من أي مقاطعات. ودلوقتي ننقل بقى للعصر اللي احنا فيه. لو المبادئ هي المخططات الهندسية والتقنيات هي طرق البناء، يبقى منظمي المواعيد بالذكاء الاصطناعي هم الأدوات والمعدات الحديثة اللي بتعمل الشغل الصعب ده كله بالنيابة عننا. في الساحة دي في 3 لعيبة كبار. موشن ده أداة شاملة بتعمل كل حاجة تقريباً. ريكليم AI بيشتغل كطبقة ذكية فوق الأدوات اللي بنستخدمها أصلاً عشان يحمي وقت تركيزنا. أما كلوك وايز فبيركز على تحسين جداول مواعيد الفريق كله على بعضه. والتأثير هنا مش على مستوى فردي وبس. اسمعوا كده الشهادة دي من الرئيس التنفيذي لشركة جرافانا. أدوات زي ريكليم مش بس بتحمي وقت تركيز الموظفين، دي كمان بتساعد المديرين يتابعوا شغلهم بطريقة مرنة وأوتوماتيكية. ودي معادلة صعبة جدا في أي شركة. ونيجي هنا لأهم سؤال، السؤال اللي المفروض نسأله مش إيه أحسن أداة خالص، السؤال الصح هو إيه بالظبط الخلل اللي في طريقة شغلي، لأن الأداة المناسبة هي اللي بتصلح الخلل ده تحديداً. الجدول ده بيلخص الفروقات الأساسية بينهم. بصوا كده على خانة التخصص، موشن لإدارة المهام، ريكليم لحماية الوقت، وكلوك وايز لتنسيق الفرق.
وفي خانة التكامل موشن يعتبر بديل شامل، بينما ريكليم بيشتغل مع الأدوات اللي عندنا أصلاً، وطبعاً الأسعار بتعكس ده. موشن هو الأغلى لأنه بيقدم حل متكامل. الخلاصة هي لو الفريق صغير ومحتاج يجمع كل أدوات إدارة المشاريع والمهام في مكان واحد عشان يركز على المواعيد النهائية، يبقى موشن هو الاختيار الأمثل. أما بقى لو المشكلة الأساسية هي حماية وقت التركيز الشخصي من غير ما نغير أدوات إدارة المشاريع اللي الفريق متعود عليها زي أسانا أو جيرا، يبقى ريكليم AI هو الحل الأنسب لأنه بيتكامل معاهم بسهولة. وأخيراً، لو المشكلة على مستوى الشركة كلها وثقافة الاجتماعات نفسها محتاجة تتغير عشان نخلق فترات تركيز طويلة لكل الفرق، فكلوكوايز هو الأداة الوحيدة اللي مصممة للمهمة الضخمة دي. في الآخر يا جماعة لازم نفتكر إن كل دي مجرد أدوات. السؤال الحقيقي مش عن الأداة، السؤال عن فهمنا إحنا لنفسنا ولطريقة شغلنا. قبل ما ندور على حل لازم ندور على المشكلة فين بالظبط، لأن تشخيص الخلل بدقة هو أهم خطوة عشان نبني نظام إنتاجية يشتغل فعلا ويخدمنا